السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس سهام مصباح. أنا جاي النهاردة أعرض لكم جميع الأسئلة اللي ممكن تيجي ومعظمها مكررة، ما تقلقش خالص، بتاعة الامتحانات إن شاء الله. مسابقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال وظائف البريد ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم اللي هو معلم الفصل. هعرض لكم إن شاء الله جميع ماتيريال مسابقة الجهاز المركزي. ما تقلقش خالص، أنا كنت من ضمن الناس اللي نجحت السنة اللي فاتت 200,000 معلم. وانت وما تقلقش خالص، فانت الامتحانات سهله مش صعبه، وبعد ان شاء الله ما تمتحن وتنجح هيعمل لك موعد الكشف الطبي، وهنقدم لكم كل الماتيريال بتاعه المسابقه اللي هي معلن عنها سنه 2024. الجهاز المركزي للتعبئه الاصلا كان من اول شهر يناير لحد 31 يناير، من حيث وظائف البريد وزاره العدل ووزاره التربيه والتعليم. اهم حاجه الامتحان هيجي من اسئله الانجليزي وقواعد النحو واللغه العربيه والمهارات السلوكيه الاي كيو، ودي سهله جدا، بس المشكله ان هي وقت قصير جدا، يعني وقتها قصير. واهم حاجه التخصص، ودي بس عليها 20 درجه بس من الامتحانات كلها، 20 درجه من الامتحانات كلها. انا ان شاء الله هعرض لكم النهارده 100 سؤال في الحاسب الآلي، هيبقى عربي وانجليزي، يعني هو هيبقى عربي فوق والانجليزي بتاعه تحت، عشان لو جات لك عربي او جات لك انجليزي تمام، بس هي معظمها بتيجي انجليزي. واهم حاجه في وزاره التربيه والتعليم انك لازم تعرف قواعد النحو كويس والمعلومات العامه من حيث الجغرافيا والتاريخ. وفي وزاره وظائف البريد لازم اهم حاجه تعرف القواعد اللغه الانجليزيه جدا والكمبيوتر. تمام، هسيبها ليكم في الوصف تحت الPDF. كل ملف هيبقى لوحده، سواء ملف الحاسب الآلي او ملف اللي هو العربي او ملف الانجليزي او اللي هو المهارات السلوكيه اللي هو الاي كيو. ودي كل قواعد الانجليزيه ممكن اقدمها لكم. وان شاء الله النهارده عندنا الملف اللي قدامكم ده، دي كل قواعد او كل اسئله. عندنا هنا 100 سؤال في الحاسب الآلي عربي وانجليزي. تمام، الباقي ممكن اعمله فيديوهات تانية عشان ممكن ده يطول معانا شويه لما نشرح ال100 سؤال. بس الملفات كلها اللي انا قصدي عليها انا هسيبها لكم تحت في الPDF. اللي حابب يكمل معايا يكمل الشرح، واللي مش حابب عادي براحته، انا هسيبها لك كل الملف PDF تحت في الوصف. تمام، اول حاجه النهارده هناخد ال100 سؤال حاسب الآلي عربي وانجليزي، يعني العربي فوق والانجليزي بتاعه تحت. هنا بيقول لك ايه؟ عند انشاء ملف داخل برنامج وورد 2012 او اي اصدار اعلى، يكون امتداده الافتراضي او يكون امتداده اللي هو الدوكس. تمام، بيقول لك when you create in the file inside word اللي هو 2012 on higher version، يعني كل الكلام اللي انا قلته فوق هتلاقيه مترجم تحت بالانجليزي، او اللي بالانجليزي مترجم فوق بالعربي، هي. تمام، بس دايما ركزوا على الانجليزي، ما تركزوش على العربي. العربي سهل، لكن اهم حاجه الانجليزي تركزوا عليه والاجابه بتاعته بالانجليزي. هتجيب لك الاجابه بالانجليزي، او هتجيب لك الاجابه بالانجليزي والسؤال بالعربي. تمام، فركز معايا كويس في الاسئله دي. اي من هذا العناصر لا يعتبر امر في شريط ادراج، اللي هي الانماط. تمام، اين يمكننا اجازه رمز وحده الميكرو داخل برنامج معالج النصوص وورد؟ هنلاقيه في شريط العرض. من أي تستطيع إصدار الأحرف الغير مطبوعة في مستند ما؟ في شريط الصفحة الرئيسية. تمام، يمكن برنامج الإكسل اللي هو 2012 أو إصدار أعلى من حفظ الملفات بالامتداد PDF ولا XLS ولا TXT اللي هو جميع ما سبق. يمكننا برنامج الباوربوينت اللي هو 2012 أو أي إصدار أعلى من حفظ الملفات بالامتداد اللي هو BBS. هنا بقى الخطأ اللي هو يحدث عندما إدخال اسم دالة خطأ، يتم حذف خلية لها مرجع في الصيغة، ويتم استخدام نص داخل صيغة في حين انه مطلوب رقما، ويتم القسم عليه تحتوي على الصفر. تمام، فركز في الكلام ده كويس جدا، هيفيدنا جدا. هنيجي لتاني صفحة عندنا، وهو بيتضمن اخرنا تاني 13 سؤال. بيقول لك هنا ايرور، نفس الكلام اللي انا قلته بالعربي هناك هيتقال هنا بالانجليزي اهو. فاهم حاجة؟ تقرا الكلام بالانجليزي كويس وتعرف ترجمته عشان تعرف تحل. يمكنك ان تحتوي ورقة مطبوعة من خلال برنامج الإكسل على ارقام ناتجة من عمليات حاسبية، ولا رسوم بيانية، ولا الدوال والصيغة التي تستخدمها داخل الملفات، ولا جميع ما سبق؟ لا، هو جميع ما سبق، وتحت برضو الانجليزي اهو. تمام، عند طبعة ملف اكسل يمكن اختيار الملف كامل ولا ورقة العمل وتحديد مساحة معينة، ولا جميع ما سبق؟ لا، جميع ما سبق. عند طباعة اهو when you print on Excel file can you be select. تمام، I enter work ولا active sheet ولا print selection ولا all the above.
ولا all the above. تمام. all the above دي يعني كل ما سبق. يقع زر التدقيق الإملائي داخل برنامج الإكسل فيه شريط العرض ولا شريط البيانات ولا شريط تخطيط الصفحة ولا شريط المرجع؟ لا، اللي هو ريفيو بار. لملاحظة النص بشكل متساوي من الجهتين داخل شريحة في برنامج الباوربوينت يتم الضغط على المحاذاة إلى اليمين، الضغط المحاذاة لليمين ولا الضغط المحاذاة لليسار ولا الضغط على الضبط ولا جميع ما سبق؟ لا، الضغط على الضبط. تمام. وترجمتها برضو بالإنجليزي تحتها. لتشغيل برنامج داخل برنامج الباوربوينت تلقائيا تستخدم طريقة العرض ولا فرز الشرائح ولا الملاحظات ولا الصفحة الرئيسية؟ لا، اللي هي العرض، اللي هي سليت شاو. أي ما يلي هو برنامج يقوم بإنشاء قواعد البيانات، اللي هو أكسس ولا الفوتوشوب ولا الفلاش ولا الإكسل؟ لا، الأكسس. تمام. وكل برضو سؤال تحت بالإنجليزي. هنيجي للصفحة اللي بعديها، بيقول لك هنا إيه؟ عندنا من أنواع الاستعلام داخل برنامج الأكسس، اللي هو الجدولي ولا الحاقي ولا تعديل؟ لا، جميع ما سبق. تمام. إذا أردت حذف جدول داخل برنامج الأكسس يجب أولا إزالة الروابط بينه وبين الجدول الآخر ولا إزالة المفتاح الأساسي ولا إغلاق الجداول ولا جميع ما سبق؟ لا، جميع ما سبق. نوع من البيانات يحتوي على أرقام النصوص داخل برنامج الأكسس هو إيه؟ النصي. تمام، مش رقمي ولا تاريخ ولا وقت ولا المعنى، اللي هي الب والج. هنيجي نستخدم النماذج داخل برنامج الأكسس لإيه؟ إدخال البيانات ولا إظهار البيانات وتغيير ترتيب البيانات؟ لا، اللي هي ألف وباء، هتلاقيها معمولة اللي هي إيه؟ and together. بيقول لك تحول الخوارزميات والمخططات اللي تم إنشائها لأحد اللغات البرمجية ثم مرحلة البرمجة. تمام. وأنا يعتبر أنا واخدة الملفات دي من أكتر جهة ومن أكتر، أنا لما لكم يعني يعتبر أن لما لكم أكتر حد ممكن يفيدكم في المعلومة دي. مش أنا بس اللي لماها، في ناس كتير قوي لما مساعدنا كتير في الأوراق دي، وإن شاء الله يكون عند حسن ظنكم وإن شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان. وما تقولوش أنا من كنت ضمن برضو الناس اللي نجحت في الاختبار بتاع 30,000 معلم، وإن شاء الله هتكسبوا زي ما أنا كسبت. ما تنسوش بس باللايك والشير والدعوة الحلوة ليا عشان يوصل لكل حد مستفاد من وظيفة اللي هي البريد أو وظائف وزارة العدل أو وزارة التربية والتعليم. وما تبخل. بيقول لك هنا رقم 18 تحول الخوارزميات والمخططات تم إنشائها في أحد اللغات البرمجية تسمى مرحلة البرمجة. تمام. شبكة خاصة من الحواسب داخل مؤسسة وتضم مستخدمين من الخارج، اللي هي الإنترنت، مش الإكسترنت ولا اللي هو الأنترنت ولا المعلومات. بيقول لك هو أحد الأجهزة الأساسية تحتاج الاتصال بالحاسب لاستخدام الشبكة الهاتفية، اللي هي كارت المودم. هنيجي ننزل بقى اللي بعده. بيقول لك هي أي من الخيارات الآتية يعتبر وظيفة وحدة المعالجة المركزية، اللي هو تنفيذ تعليمات البرنامج في حالة اللي هو الإيه؟ إنترنت يستخدم اليو تي بي وصلات من نوع اللي هو الار جي 45 ولا الار اس 230؟ لا، اللي هي الار جي 45. أي من البروتوكولات التالية تستخدم لنقل الصوت عبر الإنترنت، اللي هو الفو اي بي من مزودة خدمة DCL يقدم خدمة الإنترنت 8 ميجا بايت في الثانية. ما هو المقصود من ذلك؟ اللي هو معدل نقل البيانات. يرمز ال ITE إلى إيه؟ يرمز ال ITE إلى تكنولوجيا المعلومات، اللي هي Information Technology. من أنواع فتحات التوسع اللي هو ال AGB. ما هي وظيفة ال UPS؟ اللي هو امتداد التيار الكهربي للجهاز عند انقطاع الكهرباء. وحدة قياس الكيلو بايت تساوي 1024 بايت. 1024 بايت. تمام. انا هشرح نصها وانتوا بقى الباقي راجعوا عليه. حملوا الPDF عندكم تحت، هتلاقيه في الوصف تحت، حملوه وذاكروا منه كده. يعني لو هتذاكروا كل ملف ذاكروا كل يومين. اهم حاجه تخلصوه قبل الوقت اللي هو يخلصوا فيه، اللي هو ال 31 يناير اللي هو اخر الشهر. اول ما يخلصوا اللي هو التقديم يعني يكون قبلها احسن ان انت تكون مذاكر الحاجات دي كلها، عشان هما بيعملوا وقت قصير قوي ما بين التقديم وما بين موعد الامتحان الالكتروني. فخلي بالك كويس وذاكر من دلوقتي. لإنشاء آلة حاسبة يستخدم برنامج اللي هو السي والشباك من لغات البرمجة، اللي هو السي وزائد 2 زائد. عند مقارنة الحسابات المركزية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية من أي جهاز الجمل تكون صحيحة، اللي هي الحسابات المركزية يمكن أن تخدم العديد من المخططات الأطراف. تمام. أي من هذا الجمل الصحيحة؟ ملف يحتوي
على 10 مليون حرف يمكن تخزينه في مساحة 1.4 ميجا بايت، ولا يخزن الحرف الواحد في مساحة بايت؟ لا، يخزن الحرف الواحد في مساحة بايت. هنيجي هنا بيقول لك 33 برنامج مايكروسوفت باوربوينت هو مناسب لإيه؟ لتقديم عرض جديد يضمن رسومات نصوص متحركة. أي من هذا الأجهزة تستخدم لإدخال الصوت إلى الكمبيوتر؟ اللي هي الميكروفون. تمام؟ أنا هخلص معاكم آخر صفحة دي لحد 40، كملوا انت بقى، ممكن 50 كمان، على 50 ونصها النص التاني إن شاء الله تكملوا مع بعض. أي من المهام التالية تكون ملائمة الجهاز الكمبيوتر أكثر من شخص؟ اللي هو المهام اللي تطلب عمليات رياضية معقدة. أي من الجمل التالية صحيحة؟ اللي هي إنشاء رسومات على جهاز الكمبيوتر عادة ما يتطلب سرعة في المعالجة أكثر ما يتطلب تحليل النصوص. أي من المهام التالية وظيفة من وظائف نظام التشغيل؟ هي إدارة الملفات. ما هي المعلومات المطلوبة دخول الحاسب البريد الإلكتروني الخاص بك؟ اللي هي كلمة السر اللي هي الباسورد. بيقول لك أي من العبارات التالية حول سياسة من معلومات أمن المعلومات الخاصة بنظام تكون صحيحة إنه نشر البيانات على أجهزة الكمبيوتر. تمام، اللي هي سبريد داتا أون كمبيوترز. ما هو الجهاز اللي يستخدم جهاز إخراج وإدخال المعنى؟ اللي هي الشاشة التي تعمل باللمس. تمام، بيقول لك أي من يأتي يعتبر مؤثر على سرعة الكمبيوتر؟ اللي هو زيادة حجم ذاكرة الوصول العشوائي اللي هي increasing RAM size. increasing RAM size. أي العبارات التالية صحيح حول التجارة الإلكترونية؟ يتم إدخال بيانات بطاقة الانتماء الخاص بك في الموقع الإلكتروني الموثوق به اللي هي enter your credit card that interested site. بيقول لك يفضل أن تشمل كلمة سر على أرقام حروف. يعني أي الجمل التالية تكون صحيحة عن كلمة السر؟ أن يفضل أن تشمل كلمة السر على أرقام وحروف. ما هي أفضل طريقة لحماية الجهاز الكمبيوتر الخاص بك من الإصابة بفيروس؟ وجعل البرنامج مكافحة الفيروسات الذي مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتحدث تلقائيا. يتم قياس سرعة وحدة المعالجة المركزية بالميجا هرتز. مثال على جهاز طرفي هو الماسح الضوئي. تمام، هنيجي ناخد هنا بقى اللي هو آخر صفحة هناخدها والباقي كملوه. المنفذ التسللي، يعني المنفذ اللي هو المسمى عادة اللي هو QMI أو الQM اللي هو 2 اللي COM1 أو COM2 أو COM2. أي من الجمل التالية صحيح حول العمل عن بعد؟ اللي هو النقص في تكاليف التواصل. أي من الحالات التالية يستخدم لقياس دقة شاشة الكمبيوتر؟ اللي هي البكسل. الرام هي اختصار لإيه؟ لذاكرة الوصول العشوائي. بيقول لك هنا وحدة بايت يعادل اللي هي 2 بت ولا 8 بت ولا 16 بت؟ لا 16 بت. 1 بايت يعادل 16 بت. يشير مصطلح الأجهزة المادية إلى المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. أي من الجمل التالية عن استخدام التجارة الإلكترونية تكون صحيحة؟ اللي هي للزبائن حتى استرجاع البضائع التي غير راضي، ولا يمكن أن تحدث المعاملات في أي مكان في العالم. هنا أنا أكون خلصت معاكم اللي هو كده نكون خلصت معاكم أول ملف اللي هو الحاسب الآلي بالإنجليش، في بالعربي وبالإنجليش تحت. وخلصت معاكم نص الملف. الملف التاني اللي هو هيجي بعده اللي هي اللغة العربية اللي هي كل قواعد النحو اللي ممكن تيجي. أنا برضه هسيبك PDF، أنا مش هشرحها، يعني هي مش محتاجة أي حاجة خالص، هي سهلة، ممكن بس تراجعوا عليها قراية كده وانت إن شاء الله تفتكروا كل حاجة. وحاجة تانية المعلومات العامة، وبعد كده اللي هي المهارات السلوكية اللي هو الIQ. وما تنسيش بس لو هنا جينا خدنا دي اللي هي الملف التاني اللي هو قواعد النحو كلها اللي ممكن تيجي، اسلوب المدح والذم، وعندنا الفاعل واسلوب التخصص اللي هو الضمائر والتوكيد، المفعول المطلق، واسلوب الاغراء والتحذير، واللا النهيه ولا العاطفه ولا النافيه. كل قواعد النحو اللي ممكن تخطر على بالك اللي هي ممكن تيجي دي الأستاذ محمد صلاح هو اللي عاملها، ربنا يجزيه جزيل الشكر يا رب.
عندنا بقى هنا التمييز واللام الجحود وانواع اللام، وعندنا الحال، وعندنا الممنوع من الصرف. كل قواعد النحو اللي انت ممكن تيجي انا سايبها لك هنا PDF ان شاء الله تحملوها في الوصف، من الوصف تحت. وما تنسوش باللايك. لو احنا جينا هنا برضو دي كل قواعد الانجليزي اللي هي ممكن تيجي، اهم قواعد الانجليزي. وبرضو في ملف تاني هسيبه لكم برضو احسن من ده كمان، جزء من المعلومات العامة، ده جزء بس من المعلومات العامة. وفي جزء تاني انا عاملة جزئين معلومات عامة، اكتر المعلومات العامة اللي بتسأل فيها. يعني كل جزء عندنا عربي له جزئين، وعندنا اللي هي الأسئلة العامة، وعندنا المعلومات العامة لها جزئين، وعندنا الحاسب الآلي ليه جزئين، واحد عربي والتاني إنجليزي. ما تنسوش بس باللايك والشير والسبسكرايب. وربنا يا رب يوفقكم، وإن شاء الله تنجحوا في الامتحانات وتعدوا الاختبار الأولاني لاجتياز الامتحان الإلكتروني والطب والاجتياز الطبي، وإن شاء الله تتعينوا. كانت معكم مس سهام مصباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهم